السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم حبايبي، يا رب تكونوا بخير. هنعمل النهاردة الفراخ بطريقة سهلة وبسيطة، وبإذن الله هتعجبكم الطريقة والطعم بتاعها حكاية. اللهم بارك. كانوا طالعين معايا شوية فراخ كده طعمهم زي العسل، والمكونات برضو بسيطة. اللهم بارك. زي ما انت شايفة الفراخ كده دايبة معايا دوب. هقولك التسوية الصحيحة للفراخ اللي تخليها كده واخدة الذوبان اللي انت شايفاها معايا. وتعالوا نبدأ الطريقة مع بعض. معايا هنا بصلتين مقطعاهم شرايح. هنا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. البهارات: فلفل اسود، كمون، 7 بهارات، ملح، جوز الطيب، ورقتين لورا، سنه بسيطه من القرفه. نزلت هنا بمكعبين 3 من الزبده، وتقدري تستبدليها بزيت او سمنه عادي. معايا ربع معلقه من هريسه الشطه. لو انت بتحبي الحاجه حراقه، ما بتحبيش الحاجه حراقه تقدري تستبعدي الشطه عادي. هنزل ب4 فصوص من الثوم مفرومين. معايا كزبره وبقدونس، الورق مش العيدان. معايا هنا فلفل الوان. اللهم بارك كده. الالوان بتاعه الخضار تفتح النفس، وبتعزز معاكي طعم الصوص كده لما بتحطيها. معايا بقى جزرتين بشراهم كده بالمبشره زي ما انت شايفه كده معايا بكل سهوله. معايا عصير طماطمتين ضربهم في الخلاط وتصفيهم علشان ما يبقاش فيهم القشر اللي هو بيبقى بتاع قشر الطماطم. معايا عصير ليمونايه بتفرق معاكي في صينيه الفراخ، في الطعم وفي الريحه. عصير ليمونه واحده بس. وهنا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. الفرخه طبعا انا غسلاها كويس. اللي يخلي معاك الفرخه ما فيهاش ريحه زفاره: الليمون والخل والجنزبيل، وممكن ومعلقه الخل ومعلقه دقيق. وتقدري برضو الطماطميه لما تغسلي الفراخ بطماطم تنقعيها كده فيها، ما تخليش ريحه اي زفاره خالص. كل الحاجات دي تقدري تنقعي فيها الفرخه. الفرخه وزنها 2 كيلو ونص. هقول لك التسويه الصحيحه ليها. طبعا بعد كده ما تبلت الفرخه تقدري تشيليها من ساعتين ل3 في التلاجة. طبعا غطيها بورق الفويل كويس. انا هغطيها بورقتين لان انا ما حطيتش ميه. هي الفرخه هتنزل ميتها هي والخضار، هتستوي كده على البخار. في الفرن البوتاجاز درجه الحراره 200. بتاخد معايا ساعتين ونص. لكل كيلو من الفراخ بتاخد ساعه في السوا. هنا بعد ما استوت معايا بعد مرور الساعتين ونص، بيبداي كده بالفرشه الدهون اللي نازله من الفرخه والزبده اللي احنا حاطينها. ابداي بالفرشه كده وتهيني الفرخه وحطيها تحت الشوايه 10 دقايق. وتلف الصينيه كده كل فتره علشان خاطر الفراخ كلها تاخد نفس اللون موحد. وتكرري عمليه الفرشه دي مرتين 3 وهي تحت الشوايه برضو. اللهم بارك كده. بعد ال10 دقايق زي ما انتم شايفينها معايا اخدت اللون الاحمر الجميل، وكان الطعم بتاعها وهم. تقدري بقى تقدميها مع شويه سلطه وطحينه والعيش البلدي، وبألف هنا على قلوبكم. هبدأ كده أقدمها معاكم وهزينها بحاجات بسيطة. لو عندك أي خضار في التلاجة تقدري بس تكسري اللون بتاع الطبق. ولادك طبعا هيفرحوا بالطبق كده لما بتبقي حاطة فيه ألوان، وطبق يفتح النفس. وهنا دي كده الدهون بس اللي نازله من الفرخه والزبده، لان انا منشفاها تماما من الميه، ما فيهاش اي ميه خالص. وابداي كده قدميها. طعم الصوص ده بقى مش عاوزه اقول لك احلى من الفراخ، لان الصوص ده استوى كده على البخار من غير ميه. بيبقى الطعم بتاعه وهم. اللهم بارك. باذن الله الطريقه دي هتعجبكم. ولو وصلتوا لغايه هنا في الفيديو ما تنسوش تضغطوا لايك وشير علشان يوصلكم مني كل جديد ان شاء الله. اللهم بارك كده. الطبق يفتح النفس. واتبعي كل الخطوات اللي قلت لك عليها. لو اول مره للبنات المبتدئين بتعملي الفراخ، اتبعي الطريقه وباذن الله هتدعي لي وهتطلع ناجحه معاكي 100%. وهتعجبك الطعم بتاعها. والطريقه سهله وبسيطه. هبدا كده ازينها معاكم مثلا بوردايه من الطماطم. تعملي كده من الطماطمايه، من قشر الطماطمايه تعملي ورده كده سهله خالص. وهبدأ برضو شرايح الجزر. ولو عندك اي حاجة خضرة تقدري تكسري لون الطبق بأي حاجة خضرة. انا هستخدم الجرجير كان متوفر عندي. اللهم بارك. اي كده خضار عندك تحطيه على الطبق بيفرق كده في لون الطبق، وبيخلي اولادك يبقوا فرحانين وياكلوا من الطبق. وهنا معايا الطماطم اللي هي الصغيرة، الطماطم الشيري. كلها مكونات سهلة وبسيطة، وبإذن الله هتنول رضاكم. و... وتقولوا لي ايه رأيكم في التعليقات، واكتبوا لي في التعليقات من انه بلد بتتابعوني. واكيد طبعا تعليقاتكم بتفرحني والكلام الحلو بيفرحني. هبدأ كده احط عود كزبرة في الوردية اكسر لون الوردة برده. واللهم بارك كده. زي ما انتم شايفين الطبق بيتكلم عن نفسه. واكيد هيسعدني متابعتكم وتعليقاتكم بتفرحني زي ما قلت لكم. واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.